جماعة أنا في أول أسبوع بس من رمضان خسيت 3 كيلو. الموضوع ده بيستفزني جدا لأن أنا لما بخس من وشي، بس أكتر حاجة بيبان عليها وشي بيبقى رفيع وبيصفر وشكله بيبقى بهتان، كأني وشي قديم بقى أبيض وأسود. فاهمة حاجة؟ اللمعة اللي انت شايفاها في وشي دي كانت محاولة لإنقاذ بشرتي بعد البهتان الفظيع. وعايزة أقولك كان عندي حبوب ملتهبة كتيرة بس جدا، حاولت أرجع اللمعة تاني لبشرتي تقريبا في 4 أيام. بس أقولك إزاي دلوقتي، أول ما يحصل معاكي حاجة غريبة في بشرتك زي اللي حصلت معايا كده، حتى لو انت مش بتخسي بس بيبان قوي على وشك، إن على طول تدوري على منتجات يكون فيها حاجات مضادة للأكسدة وحاجات مرطبة. لازم نستعمل منتج يكون فيه فيتامين سي وهيلورونيك أسيد، مع حاجة أخيرة إن احنا نحفز إنتاج الكولاجين. من الآخر الكولاجين هو اللي بيحل كل حاجة. أنا عارفة إن احنا مقضينها بلح الشام من أول رمضان، بس حقيقي السكريات من أكتر الحاجات اللي بتكسر الكولاجين في بشرتك. هكتب لك المواد الفعالة اللي انت محتاجاها، حاولي تدوري عليها في أي برودكت يكون سعر مناسب ليكي، لأننا هنستعمله فترة طويلة، زي سيرم السكين بوستر بتاع ديرما. يعني لو قلتلك انه هيديكي نفس نتيجة السكين بوستر اللي بيتعمل في العيادات ابقى كدابة وافاقة. بس السيرم ده هيحسن جودة السكين بتاعتك مع الاستعمال. السيرم فيه فيتامين سي بتركيز 5%، وفيه نياسيناميد وهيلورونيك اسيد وريتينول. هلاقيكي دلوقتي بتقولي طب حلو، ايه بقى اللي هيخلي السيرم ده يحفز انتاج الكولاجين؟ اقول لك انا يا ستي ان السيرم ده معمول بتقنية المايكرو نيدلينج، اللي بتبقى عبارة عن دبابيس كده او ابر بتقعد تشكشك في الجلد علشان تحفز الدورة الدموية. والشكشكة البسيطة دي بتحسس البشرة ان في حاجة غلط بتحصل، فبالتالي بشرتك بتبدأ تفرز كولاجين، وهو ده بالظبط اللي بيديكي النضارة. بيشكشك كل ما بتلمسيه بتلاقيه بيشكشك، حتى صبح وليل وظهر وعصر ومغرب وعشاء. يعني دي الطريقة اللي انا بستعمل بيها البرودكت، وبرجع استغرب هو ليه خلص مني بسرعة كده. وعايزة نضارة على العيد لازم تبدأي تستعمليه من دلوقتي. الخصومات شغالة دلوقتي على نون، سعره نزل من 690 ل 400 جنيه، عليه خصم 40% في نون. بس مش عاملين الخصم ده عشان سواد عينيكي يعني، لا، هم عاملين خصم بمناسبة عيد الأم. كل سنة وأمي وأمك طيبين. على فكرة مامتي ومامتك بيفرحوا قوي بالحاجات دي زي ما انتي بتفرحي بيها. بصي، كل حاجة بدأت تحمر، عارفة انتي زي ما تكوني عملتي ديرما بين، بس حاجة على خفيف قوي، لأنه في الأول في الآخر بتستعمليه في البيت. كل لما كان بشرتك فيها كولاجين كتير، كل لما عمر بشرتك بان كأنه أصغر بكتير. كل سنة ومامتي ومامتك طيبين. بصي لي طنط كتير، بصيها لي من بقها. ما تتخضيش، ده انا بالكاميرا الخلفيه كنت بوريكي بس ان الاحمرار بيبدا يخف تقريبا في 10 دقايق. سيبك انتي، المهم انتي عامله ايه؟ وحشاني والله. اكيد اكيد ان شاء الله هفضلك بعد رمضان. اكون ممنونه جدا لو خليتي بالك على نفسك. مع السلامه. حاجات مستحيل احطها على جلدي بجد. صابونات الجليسرين كلها بتنشف الجلد جلدا، بتنشف الجلد جدا. كل انواع صابونات الجليسرين انا مش عارفه ازاي لحد النهارده في دكاتره بيكتبوها انه استحمي بصابونه جليسرين. ما هي بتنشف الجسم زيها زي الصابون العادي، مش عشان هي مكتوب عليها بالجليسرين فمش هتنالها، بتنشف برضو عادي جدا. اللي انا يعني ادركته، لان انا اخواتي بيموتوا في صابونات الجليسرين وما بيعديش عليهم اسبوع غير لما بيكونوا جايبين صابونه من براند جديده، هم مش عارفين يعني ايه اصلا جسمهم نشف بعد الشاور. فانت لما تستعملي صابون وبعد ما تشطفيه بتلاقي ان الميه مش نازله انسيابيه على جلدك كده، بتبقى عامله نقط، يبقى جلدك مزيق. يعني لو عملتي كده هتلاقي جلدك ايدك عماله بتمشي واحده واحده كده. ده كده معناه ان الدهون اللي في جلدك خلاص نشف، معناه ان انت استعملتي صابون بينشف الجلد. وانا في ال30,000 مره اللي استعملت فيهم صابونه جليسرين عشان اشوف هي بترطب ولا الاقيها بتنشف الجسم. رايي الشخصي عشان ما تجيش تتخانقي معانا، مش هتخانق، احنا في ايام صيام اتقي الله. صابونات الجليسرين كلها بتنشف الجسم. ولو استعملتيها لازم ترطبي كويس جدا بعد منها، وبعد منها على طول، اللي هو مش تستني شويه، لا، هو اول ما تقفلي الميه وتنشفي جسمك من الميه على طول ابدأي رطبي. اقتنعتي اقتنعتي، ما اقتنعتيش ان شاء الله عنك ما اقتنعتي. يعني حاسه ان انا عايزه اقوم ادي اختي اللي بتحب صابونه الجليسرين دي علقه.